الجمعية لو مهتم بأخبار تطبيقات ووظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب اشترك في القناة وأنا هقولك كل ده. الجمعية هي وسيلة قديمة جدا بين الناس وبعضها. ناس بتدفع فلوس، في واحد بيقبض الأول، في واحد بيقبض التاني، في واحد بيقبض الأخير، وهكذا. بيبقى وسيلة تكافل بين الناس وبعضها. الجمعية ديت هو تطبيق واحد ضمن الناس دي كلها. يعني هو الشخص اللي احنا كلنا عارفينه، استاذ محمود، استاذ محمد، اللي بيعمل لنا جمعيات ويبقى عارف كل الناس، وهو اللي مسؤول عن لم الجمعية. تطبيق الجمعية هو نفس الموضوع بالظبط. بيديك كمان مكافآت لان هو بياخد عمولة منك. لو انت عايز تقبض الاول فبياخد منك عمولة، يعني نسبتي، عشان ايه؟ اوفر لك الموضوع واجيب لك كم نفر ويدفعوا. كل الناس دي هتدفع لك فلوس عشان انت تقبض الاول، فباخد نسبتي. طب انت هتقبض الاخير يا باشا، انت هتقعد تقبض الاخير، وكمان ليك خصم اول شهر مثلا 50% من قيمة القسط بتاعك. الجمعية تطبيق محمله 50,000 واحد. كل الناس اللي استخدمت التطبيق بتشكر فيه وفي خدمة العملاء، اللي بترد عليهم رد سريع، اللي بتحل لهم مشاكلهم. وسائل الدفع كتيرة، وسائل القبض برضو كتيرة. لو ما كنتش تعرف التطبيق، هو وسيلة او طريقة تانية الماني فولورز. لو انت عايز تستخدم ده وتستخدم ده مفيش مشكلة. تنافس جميل وشريف بيخلي الشركات بينها وبين بعضيها والتطبيقات بينها وبين بعضيها تقدم لك احسن العروض انت وغيرك. لو ما كنتش عارف التطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق هسيبهولك في الديسكريبشن، وتقدر تقرا تقييمات المستخدمين للتطبيق من التطبيق نفسه، تحت التطبيق نفسه.